بيبدأ الفيلم في أعماق القطب الجنوبي وسط مستعمرة ضخمة من البطاريق اللي شكلهم لطيف ومبهج. وسط الزحمة دي بنقابل 3 بطاريق صغار، كواليسك وريكو قائدهم الصغير سكيبر. وسكيبر بيحاول يشجعهم ويقول لهم إن هم لازم يطيروا علشان يسبقوا ويوصلوا لأول الصف، لكنهم يكتشفوا فجأة إن البطاريق أصلا ما بتعرفش تطير، فبيقعوا يتشقلبوا على الجليد. وسط ما هم بيتكلموا بيخبطوا بالغلط في بيضة وبيشوفوها بتتزحلق على الجليد، فسكيبر فورا بيقرر ينقذها، رغم إن البطاريق الكبار بيقولوا لهم إن الموضوع ده طبيعي وإنه مفيش بطريق بيجازف بحياته علشان بيضة، لأنهم مجرد مخلوقات ظريفة وما ينفعش يعرضوا نفسهم للخطر. والكلام ده بيستفز سكيبر جدا وبيصروا انه لازم يلحق البيضة، وبيتزحلق بسرعة على الجليد وراها، لكن الزحلقة بتوديها على حافة جبل جليدي وكواليسك بينط وراه يلحقه. والبيضة بتفضل تتدحرج لحد ما بتبقى كرة تلج ضخمة وتطير في الهواء لحد ما بتنزل فوق سفينة مهجورة من غير ما تتكسر. وفجأة تظهر مجموعة فقامات بحر مستعدة تبلع البيضة في لحظة، والبطاريق ال3 ما بيفكروش وبينطوا من اعلى المنحدر وبيتحولوا هم كمان لكرة تلج ضخمة بتطير بيهم لحد السفينة. واول ما بيوصلوا ريكو بيسبق الجميع وبيبلع البيضة علشان يحميها قبل ما الفقامات توصل لها، والفقامات بتهاجمهم وبتحاول تلتهمهم، لكنهم بيجروا على السطح وبيطلعوا على الخطاف، وفي فقامة واحدة تفضل وراهم مصممة توصل لهم. فسكيبر بيشد الحبل اللي بيطلق السهم وبيطيرهم في الهواء بعيد عن الخطر. واول ما بينزلوا على الجليد ريكو بيطلع البيضة من بقه، لكن بسبب اللي عملوه السفينة بتنفجر. وبيفهم سكيبر ساعتها انهم مش بطاريق عادية، دول بطاريق مختلفة ومش زي باقي القبيلة. وفجأة البيضة تفقس ويطلع منها بطريق صغير لطيف يبص لهم ويسألهم هو انتوا عيلتي؟ فكواليسكي بيرد عليه وبيقول له ان ما عندهمش عيلة وانهم كلهم هيموتوا في اي لحظة. فسكيبر بيضربه علشان يسكت ويطبطب على البطريق الصغير ويطمنه ويقول له ان هم عيلته الجديدة وانهم دايما هيسندوه، ويشجع اصحابه ويقول لهم ان حياتهم من اللحظة دي هتبقى رحلة مليانة مغامرات. وبتمر الايام وبنشوف البطاريق بعد ما كبروا وبقوا جزء من عروض السيرك. في اللحظة دي سكيبر ينادي على برايفت نفس البطريق اللي كان لسه طالع من البيضة، وبيقول له يجهز نفسه لانهم هيسيبوا المكان ويمشوا. والبطاريق يدخلوا جوه المدفع الضخم والمدفع ينفجر ويقذفهم بره السيرك ويطيرهم في السماء. وسكيبر بيلف لبرايفت وبيقول له ان هم هيحتفلوا بعيد ميلاده العاشر بس على طريقتهم الخاصة، واللي هي اختراق مستودع الذهب التابع للولايات المتحدة. وبيتسللوا للمكان بسهولة، وبيرمي سكيبر منبه صغير بيطلع غاز منوم يخلي الحراس يناموا فورا. بعد كده يدخلوا من الباب الرئيسي لحد ما يوصلوا للخزنة، وكواليسكي يطلع جهاز التشويش المتطور ويبدأ يعطل نظام الحماية ويفتح باب الخزنة. واول ما الباب بيتفتح بيتفاجئوا بكمية ضخمة من الذهب، لكنهم اصلا مش جايين علشانه، وهدفهم الحقيقي هو ماكينة الشيتوس اللي جوه الخزنة. وبرايفت بيحاول ياخد خطوة لقدام ويقول لسكيبر انه عايز يكون عضو مهم ومؤثر في الفريق، لكن سكيبر بيتجاهل كلامه تماما وبيديله شوية فلوس علشان يروح يشتري الشيتوس. فبرايفت بيبقى مبسوط وبيمشي ناحية الماكينة، لكن فجأة بيختفي والبطاريق بيتفاجئوا وبيبدأوا يدوروا عليه. وفجأة تطلع مجسات اخطبوط طويلة من الماكينة نفسها وتشدهم واحد ورا التاني لجوه، والاخطبوط بيحرك الماكينة وبيجري بيها بره المبنى. وفجأة تيجي طيارة تخطفها وتطير بعيد والبطاريق جواها. وتاني يوم الصبح توصل الطيارة لغواصة عملاقة وتنزل فيها ماكينة الشيتوس المحبوسين فيها البطاريق واللي كانوا واكلين كل الاكياس من الجوع. وريكو يطلع دبوس من بقه ويفتح بيه القفص ويخرج هو والباقي، لكن برايفت بيخطف الدبوس ويبلعه علشان يحتفظ بيه وقت اللزوم. والبطاريق تبدا تستكشف المكان، وفجأة برايفت يدوس على زرار في الارض بينزلهم لطابق تحت، ويدوس على زرار تاني يطلع جهاز شكله مريب، وقبل ما بيضغط على زر التشغيل اصدقائه بيلحقوه. وفجأة بيظهر قدامهم راجل غريب ومخيف، والاغرب انه حافظ اساميهم واحد واحد وبيعرف نفسه ويقول لهم اسمي ديفيد وانتوا السبب في خراب حياتي. وبمجرد ما يكمل الجملة شكله بيتحول لاخطبوط، لكن البطاريق بيقفوا مذهولين مش فاكرين الراجل ده نهائي. وديفيد بيتعصب عليهم وبيبدا يحكي حكايته لما كان صغير كان عايش في نفس حديقة الحيوان اللي عايشين فيها زمان، وكان كل الاطفال بتحبه وبتنبهر بحركاته وخدعه، لحد ما في يوم البطاريق وصلوا، ومن اللحظة دي كل الاهتمام راح ليهم، وهو اتركن في الصندوق واترمى من حديقة لحديقة لحد ما الناس بطلت تهتم بيه تماما. ومن ساعتها قرر ينتقم مش بس من سكيبر واصحابه لكن من كل البطاريق في العالم، وبيطلع لهم مصل غريب هيستخدمه علشان يحقق خطته الشريرة. لكن البطاريق بتتجاهل الكلام، وسكيبر بيقول له بهدوء احنا ملناش ذنب في اللي حصل لك، لكن ديفيد بيتمسك بالانتقام وبيأمر الاخطبوطات اتباعه اللي بيطلعوا من كل اتجاه ان هم يحاصروا البطاريق. والبطاريق ما بتضيعش وقت، وريكو بيطلع غاز من بقه بيخلي الاخطبوطات تتلخبط وبيخطفوا منه العينة، وريكو بيبلعها فورا وبيهربوا بسرعة من الغواصة وبينطوا على مظلته وينزلوا في مركب وبيطلبوا من العازف يشغل لهم موسيقى، لكن الاخطبوطات تلحقهم وتتحكم في صاحب المركب علشان يجري وراهم. والبطاريق بيبداوا يجدفوا بكل قوتهم، وسكيبر وكواليسكي بيواجهوا الاخطبوطات بالمجادف ويوقعوهم في المية، لكن الاخطبوطات بتمسك في بعض وبتكون سلسلة وتنطلق بسرعة جنونية ناحيتهم. والبطاريق بيهربوا بالمجادف لحد ما بيطلعوا بيها بره النهر وبيمشوا بيها فوق الارض لحد ما الاخطبوطات يلحقوهم وياخدوا منهم المجاديف ويقلبوا المركب فوق الموتوسيكل. وبرايفت يمسك الدركسيون ويسوق الموتوسيكل بجنون ويطيروا بيهم فوق سطح بيت، وبعدين يقعوا على الارض تاني والموتوسيكل بيتدمر، والبطاريق بيتزحلقوا فوق لوح تزلج ويوصلوا لطريق مسدود والاخطبوطات بتحاصرهم من كل اتجاه. وفي اللحظة
الابطال هيتهاجموا فيها، في قامة بحر بيظهر فجأة ويفجر واحد منهم، وبومة ضخمة تخطف الاخطبوط التاني، ودب قطب ابيض بيكهرب الاخير، وبتوصل طيارة وبينزل منها كلب بزي عسكري وبيقول لهم ان هم منظمة سرية وبياخدوهم معاهم وبيطيروا. وفي الطيارة بيقرب سكيبر من الكلب القائد نورث ويند ويسأله عن المنظمة الغامضة اللي خطفتهم هو وفريقه، ونورث ويند يعرفوا ان هم منظمة سرية لحماية الحيوانات حول العالم، وينده على اعضاء فريقه واحد واحد. ايفا ودي بومة ذكية وجميلة واللي اول ما برايفت شافها اعجب بيها، والدب القطبي كورباليسكي واللي عنده قوة خارقة، واسد البحر شورتي اللي دايما بيحاول يثبت نفسه، وسكيبر بيرد عليه بثقة وبيقدم له فريقه هو كمان ريكو برايفت كواليسكي ويأكد له ان هم بطريق مميزة وقدراتهم مش هتخيب. وبتوصل الطيارة لمقر المنظمة السرية والمكان شكله فخم ومتطور جدا، والبطريق بيفضلوا يبصوا حواليهم بانبهار، وبيبدأ نورث ويند يستجوب بالبطريق علشان يفهم كل حاجة عن ديفيد وخطته، وسكيبر بيقول له ان ديفيد اخطبوط وانه مش هينجح في خطته لان ريكو اكل العينة الوحيدة من المصل. لكن فجأة بيظهر ديفيد في مكالمة فيديو على الشاشة الضخمة ويقول لهم بسخرية ان العينة اللي اخدوها نسخة بدائية، وبيكشف لهم عن مخزون ضخم من المصل وبيوعدهم انه هيطبق الخطة مهما حصل. وبعد المكالمة بدقايق تبدأ البطريق تختفي من كل حدائق الحيوان في العالم، والوضع بيبقى خطير والمنظمة كلها بتستعد للتحرك، ونورث ويند بيجهز الرجالة للقتال، وسكيبر بيشجع فريقه علشان يساعدوا المنظمة ويوقفوا ديفيد بأي تمن، والمنظمة بتجهز الطيارات النفاثة. لكن طبعا ريكو بيعمل مصيبة كالعادة، بيبلع صاروخه لما بيطلعه بينفجر في طيارة، ونورث ويند بيتعصب جدا وبيضربهم بإبر مخدرة وبيحطهم في صناديق شحن وبيبعتهم في طيارة متجهة لمدغشقر علشان يبعدهم عن المهمة، والبطاريق بيفضلوا وقت طويل في الصندوق، ولما بيصحوا بيكونوا زعلانين ومتضايقين من اللي حصل، وسكيبر بيقرر انه مش هيسيب الموضوع يعدي وبيفتح باب الطيارة وكلهم بينطوا بره وبيتشقلبوا فوق صناديق الشحن اللي بتقع معاهم، وفي صندوق منهم بيلاقوا فيه بالونة كبيرة فبينفخها ريكو كالعادة بقدرته الغريبة وبينزلوا بيها بأمان على الأرض. وفي اللحظة دي سكيبر بيجمع الفريق ويقول لهم هنرجع ونوقف ديفيد وننقذ كل البطاريق، وفي نفس الوقت بنشوف ديفيد وأتباعه من الاخطبوطات وهم بيخطفوا مجموعة كبيرة من البطاريق من حدائق الحيوان المختلفة وبيطيروهم في شبكة عملاقة متجهة لمكان مجهول، وبمجرد ما بيمشوا توصل فرقة المنظمة السرية بقيادة نورث ويند، لكن الصدمة ما بيلاقوش ولا بطريق في أي مكان، وتزيد الصدمة لما إيفا تبلغ نورث ويند إن البطاريق الأربعة سكيبر وكواليسكي وريكو وبرايفت ما وصلوش مدغشقر أصلا وهربوا من الطيارة قبل الهبوط، فنورث بيتعصب وبيعرفها إن البطاريق في مهمة لوحدهم وإن الخطر بقى أكبر من المتوقع. وفي الجهة التانية بتكون البطاريق وصلت مدينة شنغهاي في الصين، مدينة ضخمة وزحمة ومتاهة بالنسبة لهم، وسكيبر أول ما يشوف اخطبوط صغير في محل سمك بيضربوا ضربة بطريق محترف ويسألوا عن مكان ديفيد، بس طبعا الاخطبوط الصغير ما يعرفش أي حاجة، وفجأة بيلاقي تلفزيون كبير في الشارع بيذيع خبر اختفاء كل البطاريق حول العالم، والخبر بيخض الفريق كله، وريكو بيسمع كلمة اختفاء وبيفكر في حاجة وبيطلع من بطنه بلورات التلج اللي كان بالعها في الغواصة قبل ما يهربوا، وسكيبر بيلاحظ ان البلورة فيها انعكاس صورة من كاميرات ديفيد، ومن خلال الصورة بيعرفوا ان ديفيد متجه للبطاريق اللي في حديقة الاسمان في شنغهاي، والصدمة ان دي نفس المدينة اللي هم فيها دلوقتي، وسكيبر بيحط خطة عبقرية كالعادة ويتنكروا كأنهم شنط اطفال علشان يدخلوا حديقة الاسماك من غير ما حد يشك فيهم، وبيدخلوا المكان وبيفضلوا مستنيين لحظة وصول ديفيد، وفعلا بيظهر ديفيد متنكر في شكل غواص محترف، فسكيبر فجأة تجيله فكرة مجنونة زي كل خططه وبيتسلق هو وفريقه فوق هيكل عظمي لسمكة ضخمة فوق المسرح المائي، وينادى على برايفت ويطلب منه يلبس زي حورية البحر علشان يشتت الحضور، وبرايفت رغم احراجه بيوافق كالعادة وينزل قدام الناس وبيبدأ يعمل حركات استعراضية لطيفة، وفجأة كل الناس الاطفال والكبار بيتجمعوا حواليه والرضاعة كلها عليه ومحدش واخد باله من اللي بيحصل فوق رؤوسهم، وفي اللحظة دي ريكو بينط فجأة وبيتزحلق لحد ما يلزق نفسه في الازاز قدام الفقامات وبيبدأ يستفزهم بحركاته الغريبة، والفقامات بتتعصب وبتضرب الازاز بقوة لحد ما الحوض بيتكسر والمية بتخرج وبتوقع ريكو على الارض، وساعتها كواليسكي من فوق الهيكل العظمي يسيبوا يقع عليهم ويسقطوا فوق ديفيد ويحبسوا تحت العظام، وبتوصل وحدة نورث ويند للمكان وكلهم مصدومين لما بيشوفوا ان البطاريق الصغيرة قدرت لوحدها تمسك واحد خطير زي ديفيد، وفي اللحظة دي برايفت بيكون ماسك واحد من العمال وبيجري بيه راجع ناحية حوض البطاريق، لكن قبل ما نورث ويند يقبض على ديفيد بيكتشف ان المكان فاضي وديفيد هرب، وديفيد بيكون دخل شبكة المواسير وبيوصل لحوض البطاريق الرئيسي وبيمسك كل البطاريق اللي فيه وكمان يمسك برايفت ويخطفهم كلهم وبيهرب بيهم ناحية الغواصة، وكواليسكي بيقرر ما يضيعش وقت
ويمسك فكامه ويستخدمها كانها مطرقه وبيكسر بها الازاز وينط هو وسكيبر وريكو ورا ديفيد داخل المواسير. لكن للاسف بيوصلوا متاخر. ديفيد يكون بالفعل حابس البطريق في قفص ورافع القفص على غواصه وبيهرب بها بعيد، بس سكيبر ما بيستسلمش وبيقرر هو وفريقه يطاردوه باستخدام طياره نورث ويند، وبيدخلوا الطياره ويضغطوا على كل زر يلاقوه لحد ما فجاه الطياره تشتغل وتطير لفوق وبعدين تقع، بس الفريق يلحقها في اخر لحظه وترجع تطير في السما تاني. ونورث ويند وفريقه بيشوفوهم فبيستخدموا سلاح خاص بيضرب حبل لاصق يمسك في جناح الطياره وينطوا هم كمان على مركب ويتحركوا وراهم. وفي الطياره كواليسكي بيحذر سكيبر ان لو ما سرعش ديفيد هيهرب منهم، فسكيبر بيقول لريكو انه يخفف وزن الطياره باي طريقه، وريكو بيفتح باب الطياره وبيبدا يرمي كل حاجه جواها لحد ما كل الحاجات تقع على نورث ويند وتوقعه في المركب تاني. لكن بسبب المطارده الحبل اللي ماسك الطياره يلف حوالين صخره ضخمه ويوقف الطياره فجاه، وديفيد بيستغل اللحظه وبيهرب بالقفص بعيد. وفي وسط الفوضى ريكو عن طريق الخطا بيدوس على زر احمر كبير، زر التدمير الذاتي للطياره، فسكيبر بيامرهم بالخروج فورا وينطوا كلهم في اخر ثانيه، وبمجرد ما بيلمسوا الارض الطياره بتنفجر وراهم انفجار ضخم بيهز المكان كله. ولما سكيبر بيفوق بيلاقي نفسه هو وفيرو واقفين على عوامه ومعاهم نورث ويند واتباعه، ونورثون بيبدا يزعق لسكيبر وهو بيحمله مسؤوليه تدمير الطياره واللي كان السبب المباشر في ان ديفيد يقدر يهرب. وفي اللحظه دي الدب بيقاطعهم وبيقول لهم ان هم وصلوا للجزيره اللي فيها مقر ديفيد السري، فسكيبر بيستغرب وبيسالهم عرفتوا مكان الجزيره ازاي؟ فبيرد نورث ويند انه لما خدرهم قبل كده كان زرع في كل واحد فيهم جهاز تعقب. نروح بعد كده للغواصه وبنشوف برايفت وكل البطاريق المخطوفه محبوسين جوه اقفاص، وبيظهر ديفيد قدامهم وبيبدا يخوفهم وبيقول لهم انه مش ناوي يقتلهم لان المصل بتاعه مش معمول علشان القتل، ويمسك جراته صغيره وبيحبسها في انبوبه وبيحقنها بالمصل فبتتحول لمخلوق مرعب بشكل الخض. بعدها يمسك برايفت وبيبدا يرعبه، بس برايفت رغم خوفه بيقول له ان اصحابه عمرهم ما هيسيبوه وانهم جايين علشان ينقذوه. نرجع لسكيبر والفريق اللي بيكونوا وصلوا للجزيره ومعاهم نورثون والمساعدين وبيقدروا يراقبوا الغواصه من بعيد، وسكيبر بيبدا يشرح خطته وهي اختراق الغواصه وانقاذ البطريق من ديفيد. لكن نورثون بيسخر منه والموضوع ما بيعجبوش نهائي، ونورثون بيبدا يطلع جهاز مؤثرات بصريه وبيبدا يعرض خطته بشكل استعراضي، والخطه بتاعته بتقوم على ان البطريق هيعملوا تشتيت للحراس وفي نفس الوقت هو وفيرو يدخلوا للغواصه ويقبضوا على ديفيد ويحرروا الباقي، وبيطفي الجهاز والمساعدين بتوعه بيحيوه وبيسقفوا له. وساعتها سكيبر بيحس بغيره وكسره نفس لان خطه نورثون طلعت احسن من خطته، ومع ذلك بيتريق عليه قدام الكل. ونورثون بيستفزه اكتر وبيقول له ان هو السبب الرئيسي ان ديفيد قدر يخطف برايفت، والكلام ده بيوجع سكيبر وبيحس بتأنيب ضمير كبير. وفي الاخر بيقرر ان هو ينفذ خطه نورثون علشان ينقذ برايفت باي ثمن، لكن كواليسكو وريكو بيشجعوه بيقولوا له انه هو القائد الحقيقي وانهم معاه هو مش مع نورثون. لكن سكيبر بيعتذر لهم وبيقول لهم انه مش قائد المهمه دي وان نورثون هيمسك القياده علشان ينقذ برايفت. وفعلا بيلبسوا كلهم زي مساعدين ديفيد وبيبداوا يعزفوا قدام الحراس فبيلهوهم وبيجروهم وراهم. وفي اللحظه دي نورثون واتباعه بيستغلوا التشتت وبيقتحموا الغواصه وبيفجروا الابواب وبيعدوا من الجدار الداخلي لحد ما يوصلوا لديفيد. لكن ديفيد بيكون محضر لهم فخ كامل وبيقفل عليهم كلهم وبيقبض عليهم مره واحده. وفي الوقت ده سكيبر واصحابه بيكونوا هربوا من الاخطبوطات وقاعدين مستنيين نورثون وفريقه يطلعوا من الغواصه وينقذوا البطريق، لكن للاسف ده ما بيحصلش. وفجاه الاخطبوطات تطلع من وراهم وتقبض عليهم واحد واحد وتحبسهم مع باقي البطريق. وسكيبر وكواليسكو وريكو بيتصدموا لما بيشوفوا ان نورث ويند واتباعه متكتفين ومحشورين في القفص زيهم بالظبط. وقتها اخطبوطان بيمسكوا سكيبر وفريقه وياخدوهم لديفيد، وديفيد يستقبلهم بابتسامه شريره ويقول لهم انه ناوي يحول كل البطريق لمخلوقات متوحشه، وبعدها هينقلهم لمدينه نيويورك علشان يخلي البشر يكرهوهم تماما ويوريهم برايفت وهو متعلق ومربوط، وبيدي الجهاز اللي فيه المصل دفعه علشان يجربوا عليه. وسكيبر بسرعه يطلب من ريكو يطلع المشبك اللي بيفتح القفل، لكن ريكو بيدور وما يلاقوهوش، ولحظتها برايفت بيفتكر انه كان بلعه فبيحاول يطلعه لكن ما بيلحقش، وديفيد بيدوس على الزر اللي بيشغل الجهاز ويخرج منه شعاع ليزر بيضرب برايفت على طول. وسكيبر وكواليسكي بينهاروا لانهم بيفتكروا ان برايفت مات والاخطبوطات بتسحبهم وتمشي، لكن الحقيقه برايفت كان لسه عايش وقدر يفتح القفل بالمشبك اللي خباه في بقه ويتسلل في هدوء من غير ما حد ياخد باله لحد ما يوصل للمكان اللي محبوسين فيه نورث ويند واتباعه، ويحاول يراد واحد من الاخطبوطات برشوه علشان يحررهم، لكن الاخطبوط بيشغل آلة فرم ضخمه علشان تخلص عليهم. وفي اخر لحظه تتوقف كل الاجهزه فجاه ويرجعوا كلهم مكانهم تاني، والسبب
ان سكيبر دخل وضرب الاخطبوطات وانقذهم كلهم قبل ما يموتوا بثواني، وكمان حررهم وطلب منهم يجوا معاه علشان يروحوا ينقذوا باقي البطريق قبل ما يتحولوا لوحوش. لكن نورث ويند وفريقه بيرفضوا وبيقرروا يهربوا من الغواصة علشان يجيبوا تعزيزات وبعدين يرجعوا يهاجموا ديفيد. وبرايفت بيحاول يفهمهم ان الوقت هيضيع وان ديفيد ممكن يكون خلص على كل البطريق قبل ما يرجعوا، ويقول لهم ان سكيبر عمره ما كان هيهرب ويسيب صاحبه وراه مهما كان الخطر. ومع ذلك نورث ويند واتباعه بيرفضوا ويمشوا، ونرجع لسكيبر وكواليسكو وريكو ونلاقيهم محبوسين مع كل البطريق في مكان واحد، ويظهر ديفيد متنكر في شكل البشري وبيستعد لتنفيذ خطته الجهنمية. والغواصة في اللحظة دي بتكون وصلت فعلا لمدينة نيويورك، وديفيد واقف فوقها كأنه بطل منقذ، والناس كلها واقفة على الشاطئ مستنية رجوع البطريق بعد ما ديفيد ضحك عليهم وقال لهم انه رايح ينقذهم. وتطلع الغواصة من المية وتثبت فوق الارض قدام الجميع. وفي اللحظة دي برايفت بيكون وصل للمكان اللي كل البطريق محبوسين فيه، وبيحاول ينادي عليهم لكن ولا بطريق بيسمعه لان صوت الفوضى بيغطي على كل حاجة. اما عند الغواصة واحد من الاخطبوطات بيشغل الجهاز اللي هيحول سكيبر واصحابه لمسوخ، وفي نفس الوقت بيفتح ديفيد باب الغواصة وبيطلق البطريق اللي اتحولت بالفعل لوحوش اشكالهم مرعبة وتخض. والناس اللي كانت مستنياهم وهتفرح برجوعهم تتصدم من منظرهم وتبدأ تجري في كل اتجاه، والبطريق المتحولة تطاردهم وتنشر الفوضى في المدينة. وبتظهر عربيات مكافحة الحشرات في المكان وتبدأ تشفط البطريق الوحوش وتحبسهم في حاويات ضخمة. وبرايفت في اللحظة دي بيسرق جهاز الليزر من الغواصة ويخرج بيه بسرعة علشان يساعد اصحابه، ويتنكر كأنه واحد من الوحوش ويتسلل بينهم وهو بيدور على سكيبر. ولما بيلاقيه بياكل قطة ويقرب منه ويحاول يفكره بنفسه وبيقول له ان هو عنده خطة وعايز مساعدته. وسكيبر بيبص له وتبدأ ذكرياته عن برايفت وهو صغير ترجع له ويرجع لطبيعته فجأة ويحضنه من الفرحة لانه لسه عايش. وبعدها بيطلع القطة اللي كان بلعها من بقه، وبعدها يروح لكواليسكي واول ما يشوف برايفت بيرجع هو كمان لطبيعته ويجري عليه ويحضنه. ونفس الكلام بيحصل مع ريكو ويرجعوا كلهم زي ما كانوا متحدين ومستعدين ينقذوا باقي البطريق. وبرايفت بيطلع لهم جهاز الليزر اللي سرقه من الغواصة ويشرح لهم ان هم لو قلبوا تأثيره هيقدروا يرجعوا كل البطريق لطبيعتها. لكن كواليسكو بيقول له ان ده شبه مستحيل لانهم محتاجين مصدر طاقة علشان يحققوا التأثير العكسي ده. فبرايفت وقتها بياخد القرار الصعب وبيدخل نفسه جوه الجهاز وبيتوصل بيه لان هو مصدر الطاقة اللطيف الوحيد. فسكيبر بيحاول يمنعه لكن الريموت بيقع بالغلط وبيدوس على زر تشغيل الجهاز ويتحول واحد من البطاريق الوحوش لشكله الطبيعي. لكن في نفس اللحظة بتطلع لبرايفت يد من ظهره بسبب تأثير الطاقة، فسكيبر بينهار وبيبدأ يزعله انه يخرج فورا من الجهاز لانه خطر. لكن برايفت بيرفض وبيقول له انه لازم يكمل علشان ينقذ كل البطاريق وان التضحية دي هي دوره الحقيقي. فسكيبر بيتأثر بالكلام وبيدرك قد ايه برايفت كبر وبقى شجاع وبيوافق يساعده، وبيطلب من كواليسكو وريكو يربطوا البلورات الثلجية على الجهاز علشان يضاعفوا قوة الشعاع ويضبطوا تأثيره. لكن فجأة ديفيد بيلاحظ اللي بيحصل ويرجع لشكله الاخطبوط الحقيقي وبيزعق في اتباعه يهجموا فورا. فسكيبر بيقرر يشغل الجهاز فورا ويضغط على الزر لكن الجهاز ما بيشتغلش ويكتشف ان بطاريات الريموت خلصت. فبيقول لريكو يروح يجيب بطاريات حالا ويطلب من سكيبر وكواليسكي ان هم يتصدوا للاخطبوطات لحد ما يرجع. وريكو بيجري للمحل لكن بمجرد ما بيشوف شيتوس على الرف بيقف محتار قدامه وبيبدأ يفكر ياخد انهي كيس. وفي الوقت نفسه سكيبر وكواليسكي بيواجهوا هجوم عنيف والاخطبوطات كتير وبتقفل عليهم من كل اتجاه وبيحاولوا يمنعوهم بأي طريقة من الوصول للجهاز. وفجأة تخترق عربية للمكان وسايقها يكون نورث ويند ومعاه فريقه ويخبطوا بها الاخطبوطات ويقتحموا الغواصة وبينطوا من العربية قبل ما تنفجر وتفجر الغواصة معاهم. لكن بعد ثواني بتيجي عربية شفط هائلة وتسحب البطاريق كلهم وتتكسر بيهم على الأرض. فديفيد بيفقد أعصابه وبينطلق بنفسه ناحية الجهاز علشان يوقف اللي بيحصل وبيوصل لهم وبيمسك كواليسكي وبيرمي ناحية العربية اللي بترجع تشفط تاني. وفي اللحظة دي ريكو بيظهر شايل الشيتوس وكمان البطاريات ويجري بسرعة ويرمي البطاريات لسكيبر وسكيبر بيمسكهم ويحطهم في الريموت. لكن قبل ما يلحق يدوس على الزر ديفيد يهجم عليه ويوقع الريموت ويمسكه هو وريكو ويرموه للعربية. لكن ريكو يطلع كيس الشيتوس ويديه لسكيبر وسكيبر يمسك الكيس ويضغط عليه بكل قوته وتنطلق حباية شيتوس في الهواء متجهة ناحية الريموت. وفي نفس الوقت ديفيد بيدخل بقوة جوه الجهاز علشان يدمره ويهجم على برايفت، لكن برايفت يواجهه ويطيره بره الجهاز. وفي اللحظة اللي بعدها الحباية تصطدم بالزر والجهاز بيشتغل وبتطلع منه شعاع طاقة هائل يغطي المكان كله. وبفضل الطاقة دي كل البطاريق المتحولة ترجع لطبيعتها وسكيبر وكواليسكي وريكو بيجروا بسرعة على برايفت لكن بيتصدموا لما بيشوفوه بيتحجر وجسمه بيتحول لصخرة متجمدة والدب بيضرب الجهاز ويفتحه ويطلع حجر برايفت ويقدمه لسكيبر اللي بينكسر قلبه عليه. لكن فجأة الحجر
بيتشقق ويخرج منه برايفت بس شكله مختلف، عنده قرون صغيرة ومظهره غريب، فكل اصدقائه بيجروا عليه وبيحضنوه بفرحة رهيبة. وسكيبر بيقول له اللي اتعلمناه النهاردة ان المظهر مش مهم، المهم هو اللي بنعمله. وفجأة تهتز الارض ويظهر ديفيد بحجمه العملاق، لكن قبل ما يعمل اي حاجة بيتجمد فجأة وبيتحول لنسخة صغيرة محبوسة في بلورة تلج، وتيجي طفلة صغيرة وتشيله وتلعب بيه ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. ونورس ويندو وفريق يشكروا البطاريق لانهم انقذوا العالم ويدوهم النفاثات الطائرة كهدية. وفي النهاية كواليسكي بيستخدم طاقة مورتي اللطيفة ويشغل الجهاز مرة كمان ويرجع برايفت لشكله الطبيعي تماما. وبكده بينتهي الفيلم. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.